السلام عليكم، أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد من باينري بلس. أي طالب بيدخل كلية الحاسبات والمعلومات أول حاجة بيفكر فيها إنه لازم يشتري لابتوب، بس للأسف ما بيكونش عارف إزاي يشتريه أو إيه المواصفات الكويسة علشان البرمجة. وطبعا الكلام اللي هنقوله في الفيديو ده هيكون لكل طالب في كلية الحاسبات والمعلومات أو أي حد عاوز يبدأ في مجال البرمجة. ومن الحاجات الغلط جدا اللي كنت بشوفها إن في ناس بتعتمد بس على الموبايل، بس المشكلة إن الموبايل مش أداة إنتاجية وعمره ما هيقدر يحل محل اللابتوب. طبعا خلينا متفقين إن السوق ما شاء الله فيه موديلات وأسعار مختلفة كتيرة جدا، فالواحد من الطبيعي ما بيكونش عارف يختار إيه من الأجهزة دي كلها أو إيه المواصفات اللي المفروض يختارها. وإن شاء الله في الفيديو ده هنعرف إزاي نختار اللابتوب المناسب لينا اللي يساعدك جدا في مجال البرمجة ويعيش معاك فترة الدراسة وبعد كده كمان. وهنعرف إيه هما الحاجات اللي لازم آخد بالي منهم وانا رايح اشتري اللابتوب بتاعي، وبرضه هقولك على مواصفات اللابتوب حسب الشغل اللي بتعمله بيه او انت عاوز تعمل ايه باللابتوب ده. وكمان هنعرف الاسعار وهقولك على رنجات الاسعار المختلفة الموجودة في السوق. هو ده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة. انا احمد عبدو واهلا بيك في فيديو جديد من باينري بلس. تعالي الأول نشوف أول سؤال معانا، وهو إزاي هختار اللابتوب بتاعي. علشان نقدر نختار اللابتوب بتاعنا لازم ناخد بالنا من شوية قواعد أساسية مهمة جدا. أول حاجة أو أول قاعدة هو نوع البراند بتاع اللابتوب اللي انت هتختاره، ومن خلال السوق والإمكانيات الموجودة وآراء الناس كمان في البراندات اللي بيشتروها، فأفضل 3 براندات موجودين في السوق هما ديل ولونوفو وكمان اتش بي. ده طبعا بعد ما شفنا آراء الناس في البراندات دي. أكيد حد بيقول دلوقتي طيب ما في براندات تانية كويسة وأعلى كمان من البراندات دي. أنا معاك في الكلام ده، بس للأسف البراندات دي قطع غيارها قليلة جدا، وكمان من الصعب إنك تلاقي حد يعمل لك صيانة. أما بالنسبة للبراندات اللي قلنا عليهم فدول طبعا قطع الغيار بتاعتهم متوفرة وكمان مراكز الصيانة. تاني حاجة لازم تاخد بالك منها وهي الماتيريال اللي هتكون موجودة في الجهاز اللي هتختاره. الماتيريال دي من الحاجات المهمة جدا اللي لازم ناخد بالنا منها، لأنها ممكن تضيع عليك اللابتوب بسبب الماتيريال الضعيفة. وتالت حاجة هي الهارد ديسك، وده بعتبره من أهم الأجزاء الموجودة في اللابتوب. لازم تتأكد من الجهاز اللي هتختاره انه يكون فيه SSD، لانه الحاجة اللي بتحسسك فعلا بسرعة اللاب. وطبعا ده عن خبرة شخصية، وانا فعلا لاحظت ان في تغيير كبير في سرعة اللابتوب بعد ما ركبت SSD. ونصيحة مني ركز جدا على موضوع SSD، لان بدونه اللابتوب هيتعبك جدا مهما كانت المواصفات بعد كده. رابع حاجة معانا وهي الرام. انصحك طبعا ان الرام ما يقلش عن 8 جيجا رام، واكيد لو اكتر من كده يكون كويس جدا، يعني 16 رام او 32 رام مثلا. ده هيرجع حسب الشغل اللي هتعمله باللابتوب. خامس حاجة وهو البروسيسور. البروسيسور ده بيكون مسؤول عن سرعة الجهاز بعد ما تشغل اللابتوب بفترة. يعني ممكن تلاحظ لما بتفتح اللابتوب فترة كبيرة بتلاقيه بدأ يتقل ويهنج معاك. وفي تفاصيل كتيرة في البروسيسور زي مثلا الكور. نصيحتي ليك ما تقلش عن كور 5. وكمان عندنا الجيل، وكل ما الجيل كان كبير يكون افضل، يعني مثلا 8 او 10. في عندنا كمان سرعة البروسيسور، وانصحك ان دي ما تقلش عن 2 جيجا هرتز، ولو اعلى من كده يكون افضل برضه. طبعا اللابتوب اللي هتختاره هيكون على حسب الشغل اللي هتعمله بيه، يعني مثلا لو انت عاوزه للبرمجة فهيكون باسعار مثلا مش اقل من 5000، ولو للجرافيك او الجيمز لازم تركز على كارت انفيديا. ومهم جدا اوعى تختار بروسيسور فيه حرف اليو او الواي. وان شاء الله في جزء تاني هينزل هعرفك فيه تفاصيل اكتر عن اسماء الاجهزة الكويسة، وكمان هقولك تشتري جهاز ايه على حسب شغلك، وهقولك الفرق بين اللابتوب الجديد والمستعمل الاستيراد. ولو في اي سؤال ياريت تكتب لي في الكومنتات. ولو حاسس انك استفدت من الفيديو ده ما تنساش تدعمني بلايك او كومنت لو انت مشترك، ولو مش مشترك انزل دلوقتي اشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.